يكبح الخلايا السرطانية. هو في الأساس دوك الشوارد الحرة اللي هي كتخلي الخلايا السرطانية تكون، هو كيحد منها، ولذا الخلايا السرطانية ما غادياش تكون لينا. السلام عليكم ورحمة الله خوتي وخواتاتي، في حلقة جديدة كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأفضل الأحوال. سمحوا لي على التأخير لأنني فاش وضعت الشورت على أساس غندير لكم ميلاتونين، من بعدها يعني حسيت بزاف ديال التعب، لذا ما قديتش نسجل لكم حتى شي حلقة، ولكن اليوم جيت باش نديروا الحلقة إن شاء الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأفضل الأحوال، والله يشافينا ويشافيكم ويشافي جميع مرضانا ومرضاكم، والله يعافينا، واللي مات الله يرحمه ويتوفاه يا ربي من موتانا وموتاكم يا رب العالمين. وبلا ما نطول عليكم، الناس اللي مازال ما تابوناوش في القناه تابوناو دابا، ديروا جيم الفيديو فضل الله امرا، وضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديال الاعمال ديالي. ما تبخلوش علينا بالاراء ديالكم والمعلومات اللي كتفيدنا، لاننا حنا كنستافدوا مع بعضياتنا الحمد لله، ودائما في بحث، ودائما نحن يعني ندرس، وكل مره كتكون عندنا الخاطر كنقرا شويه وهذا باش يكونوا عندنا معلومات ان شاء الله. ودعواتكم ليا ان شاء الله، لأنني يعني مقبلة على السكانير، ويكون خير إن شاء الله بإذن الله تعالى. أيوا نبداو في الحلقة ديالنا بلا ما نطول عليكم. الميلاتونين هو الموضوع ديال هاد الحلقة ديال اليوم، اللي هو الهرمون ديال النوم، اللي هو كيتنتج عندنا في واحد العضو صغير في الدماغ ديالنا، اللي هي لامويل بينيال. غادي نتكلموا عليه اليوم، انه الميلاتونين مهم بزاف لينا. انا وحده من الناس اللي كيعانيوا من الارق، يعني منذ صغري ملي كنعقد على راسي وانا دائما عندي مشكل ديال الارق، وما تنبغيش نعس، ماشي حيت ما كنكونش باغا نعس، وانما ما كيجينيش النعاس بكري، قليل فين كيجيني النعاس بكري، دائما النعاس عندي معطل يعني من بعد 12. وهو الميلاتونين كهرمون امتى كيبدا يتنتج؟ في الليل. امتى؟ في الوقيته ديال الليل، يعني مع البدايه ديال المغرب تيبدا الميلاتونين كيتهيأ، يعني باش انت ملي وصل صلاة العشاء تمشي تنعس. داكشي علاش الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيصلي العشاء تيقولوا تيمشي ينعس. حنا الميلاتونين يعني من بعد الساعه ديال 11 لا بقينا فايقين تيبدا يعني ينخفض، لانه امتى كيكون الجهد غادي مزيان؟ هي من بعد المغرب وغادي وطالع حتى العشاء، باش انت كتهيأ صافي وكتنعس. كيفاش خاصنا حنايا ناخذوه؟ لكن عندنا مشكل، كاين الحل انه غادي ناخذوه على شكل كبسولات بحال هادو. شنو هما الحوايج اللي الميلاتونين كيحاربهم؟ منهم عدة امور، اللي هي مثلا انه كيحارب الشيخوخه، وهو مزيان في السن ديال الناس اللي كبارين كيكون عندهم تما مشاكل في النوم، يعني من بعد 60. وحنا كشباب يعني حتى حنايا مزيان لينا ومهم لينا ويمكن لينا ناخذه، ولكن دائما خاص تكون واحد استشاره طبيه، يعني الا كنتم متبعين مع واحد الاخصائي يعني ديال التغذيه والعلاج الطبيعي، او لا دكتور اخر اللي عنده اختصاص مختلف، وطلبتوه على شي حاجه اللي كتنعس او اللي غادي تساعدكم في النوم بحال الميلاتونين، ضروري خاص يعرف بعض الحوايج. لانه مثلا مرضى السكري ولا الناس اللي عندهم الضغط مرتفع وتياخذوا الدواء، ولا اللي عندهم تخثر الدم، بعض المشاكل الصحيه اللي معها بعض الادويه تقدر تشكل واحد المشكل مع اخذ الميلاتونين. لذا وخا غادي نهضروا عليه في هذه الحلقه، اي واحد كياخذ بعض الادويه ما يمشيش ياخذ الميلاتونين حتى ياخذ استشاره مع الطبيب. حنا هنا غادي نتكلموا مثلا على نفسي، انا ما عندي حتى شي ادويه تناخذهم، غادي ناخذ الميلاتونين لواحد المده قصيره. كيكونوا فيه بعض الحوايج اللي كيديرهم، مثلا بعض الاعراض اللي هي كيديرها الميلاتونين في الاول،
ولكن ما كتبقاش زعما كاينه دائما، مثلا بحال صداع ديال الراس، مثلا الام في العظام في الاسفل ديال الظهر اولا في الظهر، بعض المشاكل بحال هذا. اما هو مزيان لانه تيرفع حتى هو المناعه. الميلاتونين مضاد للاكسده. الميلاتونين كيحارب الجذور الحره اللي هي بدورها ملي كتكاثر كتخلي انه تجينا الخلايا السرطانيه، وهي اللي كتعاود تخلي الخلايا السرطانيه تبان عندنا في الجسم ديالنا. من الحوايج الاخرى اللي الميلاتونين يقدر يساعدنا فيها هي كي قلنا انه الارق. الناس اللي كيعانيو من النوم غيبدا يتقاد لهم النوم ديالهم وما عندوش اعراض جانبيه مع مثلا في الصباح. يعني احنا دائما غادي ناخذوه مثلا باغيين نعسو، غادي ناخذوه في 10 ديال الليل مثلا، ديك الساعه غادي نتهيئوا باش غادي نعسو. لذا كاين وقت كافي في الصباح ملي غتفيقوا مثلا بكري، ما غاديش يكون عنده تاثير على الناس اللي غادي يسوقوا الطوموبيل. يعني حيت لا كان غياخذوا الواحد خاصو ياخذوا 5 سوايع، يكون خدا 5 سوايع قبل ولا اكثر باش ما يكونش فيه تاثير في هاد المشاكل. كيتعطى حتى الناس مثلا اللي كيخدموا بحال هكا بالليل مثلا، يعني ولا اللي كيخدموا فترات طويله بحال لي زوتيس دو لير ولا هذا، كيكونوا خدامين واحد السوايع اللي هي مخربقه. لذا ملي كياخذوا الميلاتونين كيرتاحوا حتى هو يقدروا يعطوه ليهم. غادي نتكلموا ايضا على شنو هما الحوايج اللي نقدروا اولا المصادر ديال الميلاتونين الطبيعيه. يعني مثلا في الحبوب تيكون في الشعير، كيكون في القمح، كيكون في الشوفان، كيكون في الذرة، كيكون في الأرز. هادو بعض الحوايج اللي تيكون فيهم. تيكون حتى في الشوكولاتة الداكنة أو لا الدارك شوكليت اللي هي الكاكاو البيور 100% أو الخالص 100%. يعني ايضا تيكون في البروتينات كالسمك، كيكون في البيض، كيكون في الفول، كيكون في الحمص. في الخضار كيكون في الطماطم او ما نسميه بالبندورة يعني مطيشة. تيكون في الخضار، كيكون في بعض التوابل ايضا. هادو من الحوايج اللي كيكون فيهم الميلاتونين. وكيكون بطبيعة الحال في هاد الكبسولات هادو اللي غادي نهضروا على كيفاش يعني كيفاش خاصنا ناخدو وشحال خاصنا ناخدو. وكي كتشوفوا هنايا الصورة اللي في الجنب ديالي، هنا كاينين الابحاث اللي داروا على الميلاتونين والسرطان، وكانوا داروا على بعض السيدات اللي عندهم السرطان خصوصا مع سرطان الثدي، اللي لاحظوا بانه بعد ما خداو الميلاتونين مع التاموكسيفين، لانه رغم انه بعض النساء كياخذوا تاموكسيفين اللي هو العكس ديال الاستروجين، كيبدا مع ذلك كيبقى السرطان ينمو ويظهر. لذا ملي بداو كياخذوا الميلاتونين وتجرات عليهم الابحاث لقاو بانه تراجع السرطان ب 28.5%. وملي داروه في الانابيب وداروا عليه الاختبار في الانابيب لقاو بانه تراجع ب 78%. وحتى سرطان البروستاتا عند الرجال تراجع ب 50%، وبعض الانواع ديال السرطانات الاخرى. لذا الميلاتونين كان يعني مذهل. النساء مثلا الحوامل او النساء المرضعات او النساء اللي هما باغيين يحملوا ما خاصكمش تاخذوا الميلاتونين، يعني خاصكم تجنبوا. وبعض الناس اللي عندهم بعض الانواع ديال الامراض المناعيه ايضا. ودائما الميلاتونين يتاخذ تحت اشراف طبي، ما يتخادش غير هكاك من راسنا. يعني ماشي نمشي نشري ونقول انا غادي نشربه، لا، تناخذ استشاره طبيه. انا دابا غادي نشرح لكم بالنسبه لهذا النوع ديال الميلاتونين اللي عندي. الكبسوله فيها 20 ملغ، كتاخذ كبسولة واحدة في اليوم. خاصو يتخاد قبل من النوم ب30 دقيقة. في الاول كيقول لك لا كان غادي تخاف زعما كاينه من بعض الاعراض الجانبيه ولا ما غاديش يقدر الجسم ديالك يتحمل ديك لا دوز الاولى، كنبداو بنص حبه
في الاول. غادي نشوف معكم شنو هما الحوايج الاخرين. انه خالي من السكر، من لي تراس ديال الصوديوم، ديال الخميره، ديال الصوجه، ديال الذره، ديال النشا، ديال البيض، و يعني المواد الحافظه. هادشي كامل ما فيهش. هذا بالنسبه لهاد الماركه هذه اللي كتشوفوها عندي، اللي صيفطات ليا الاخت ايمان من بوسطن. كان هذا بعض المعلومات خفيفه ظريفه على الميلاتونين. ما بغيناش نطولوا في الحلقه ونبقاو نتفلسفوا، ماشي بالضروره نعرفوا التركيبه الكيميائيه وداكشي. حنا ما غندخلوش المختبر باش نديروا معادلات. المهم هو هذا الكم البسيط اللي خاصنا حنايا نعرفوه كمرضى والناس اللي مرضين بسرطان وبغاو ياخذوا كيف قلت لكم. وضروري من استشاره، حيت مع الغالبيه ديالنا اللي تصابوا بالسرطان كيكون السرطان ما بان حتى كانوا عندنا امراض مناعيه اخرى، يعني ولا امراض مزمنه اخرى اللي كنعانيو منها عاد بان السرطان. يعني ما عندناش مرض واحد. اذا كنتمنى هذه الحلقه تكون فاتكم وتكون بسيطه، ونتلاقاو ان شاء الله في حلقات اخرى. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء.